السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. حاجات كده معلش جت على الخاطر، كنا نفكرها صح لكن والله مش صح. زي ايه؟ هل لو اخوك جحد عليك بتتهم على طول مراته وتقول مراته هي اللي جحدتها، اللي جحدته عليا؟ صح؟ لا، على فكرة لا. هو وحش بس بانت وحشته بعد الجواز. هو جاحد بس بان اكتر بعد الجواز. لكن مفيش مرة بتجحد اخ على اخوه. لو انت حنين على اخوه، لو انت حنين يا اخ، يا اللي جحدت على اخوه بعد الجواز عشان يقول مراته جحدته، مش هتجحد لو 1000 مرة. لو 1000 مرة جحدتك على اخوك او على ابوك وامك مش هيحصل. لو انت حنين من جواك وفيك الطيبة، مفيش في العالم كله حد هيجحدك على اهلك. عشان معلش بيتهموا الست على طول، بيتهموها باستمرار هي السبب في فركشة الاخوات، هي السبب في فركشة العيلة، هي سبب. انا معاك ومؤيدك 100% ان في حريم بتخش بتفركش، في حريم مش كويسة، في حريم بيدعنك شيطان معاك قلبا وقالبا. لكن في برضو ان في بني ادم عنده استعداد للجحود، في بني ادمه عندها استعداد للجحود بس مش لاقيه الفرصه، فما بتصدق حد تلزق فيه عشان يقولوا فلان. فهمت انت يعني ولا ايه؟ انا مش عارفه اوصلها. لكن هو جواه اساسا وهي جواها اساسا الجحود ده. يعني هتلاقيه حتى قبل ما يتجوز، هتلاقيه في ذرات كده باينه ان هو مش حنين، انه بتصنع حاجات الطيبه. اول ما بيتجوز وبيلاقي شماعه يتعلق عليها او كلام او ما بيصدق يمسك فيه، وخلاص الاصل الحلو يبان، الجحود يبان، الوحشه تبان. نفس النظام البنت او الست اللي ما بتروحش تسال على اهلها وعلى ابوها وعلى امها، ما اجل كلمه جوزي حيشني، ما اقدرش اخالف امره، وفي الوقت نفسه يكون جوزها اطيب منها، وجوزها هو اللي بيقول لها روحي زوري ابوك وامك. وصلت لكم؟ بس هي بتتمسح في جوزها عشان محدش يغلطها. في حاجات كتير والله العظيم مغلوطة بنسمعها وكنا بنصدقها ونعملها صح، لكن جوانا احنا عارفين ان هي غلط، بس بتتكشف بعد كده ومع الايام. وفي الاول وفي الاخر على فكرة الاب والام هما مش اللي يخسروا. يا جاحد على ابوك وامك يا جاحد على اخواتك، مش هيخسروا، انت اللي هتخسر، وانت اللي هتتحاسب بضميرك ونيتك. نفس النظام انت اللي بتتحججي بجوزك اللي منعك عن زيارة ابوك وامك، مش هقول اخواتك، عن ابوك وامك، او تشوفوهم او تراعيهم بحجة جوزك، وما اقدرش اخرب بيتي وما اقدرش. لا، انت اللي هتتحاسب لوحدك، محدش هيتحاسب مكانك. اللي جوه البني ادم من طيبة بيظهر، ومن جواه من خبث بيظهر، وما بيبقاش حد مسلط. لا، البني ادم الكويس بيبقى كويس للاخر، ما بيصدقش يعلق شماعته على حد. فهمتوا الدرس؟